العاشرة مساء بتوقيت أسمر المحل أينما كنتم أيها السادة والسيدات من الفضائية الإلكترية، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أخبار هذا المساء. استلوا معكم أنا عبد الله محمد علي بالعناوين. وزارة الصحة تصدر إعلان رقم 5. جهود ممسغة للوقاية من وباء فيروس كورونا في عنسبة. السيطرة على أسباب الجراد الصحراوي في رعتة. والأمم المتحدة تطلق خطة إنسانية للتصدي لكورونا. وفاة عميل FBI سابق في محبسه بإيران. وفرنسا تسحب قواتها من العراق بسبب كورونا. أهلا بكم إلى التفاصيل. تم تشخيص إصابة 2 من الركاب الذين وصلوا إلى العاصمة أسمرة قادمين من دبي على متن رحلة الطيران العربية يوم الاثنين 23 من مارس، وبهذا يرتفع العدد الإجمالي للأفراد المصابين حتى الآن إلى 6. ويتلقى جميع المرضى العلاج اللازم ويظلون في حالة صحية جيدة. في غضون ذلك مواصلة للخطوات المهمة التي لا زالت تتخذ للسيطرة الكاملة على وباء فيروس كورونا، تقرر ما يلي: 1. تغلق المدارس من رياض الأطفال وحتى الكليات ابتداء من يوم غد الجمعة 27 من مارس 2020. 2. إيقاف خدمات المواصلات العامة، الباصات والمواصلات وسيارات الأجرة ابتداء من يوم غد الجمعة 27 من مارس الساعة 6 صباحا، وإن أي مخالفة من قبل أصحاب الشاحنات بنقل الأشخاص سيعرضهم للمساءلة القانونية. 3. كما تتوقف خدمات المواصلات بالباصات من إقليم إلى آخر ومن المدن إلى القرى ابتداء من يوم غد الجمعة 27 من مارس منذ 6 صباحا عدا المسموح لها لأسباب استثنائية. 4. سيبقى الحظر سار مفعول حتى مزيد من المراجعة. 5. رغم أن المؤسسات الحكومية تسهم بفعالية في تنفيذ هذه التوجيهات وغيرها من التوجيهات الصادرة مسبقا، إلا أنه يجب على كافة المواطنين تحمل المسؤولية لضمان صحتهم وسلامتهم وكذلك صحة وسلامة أسرهم. 6. ستواصل وزارة الصحة رصد التطورات والاتجاهات المتعلقة بفيروس كورونا وإصدار مزيد من المعلومات والتوجيهات. الصحة والسلامة فوق كل شيء. وزارة الصحة أسمرة 26 من مارس 2020. تجرى جهود منسقة برعاية مكتب وزارة الصحة في إقليم عنسبة للوقاية من وباء فيروس كورونا، حيث شهدت مدينة كمان حاضرة إقليم عنسبة في التاسع عشر والعشرين من مارس لقاء لتقييم فعالية الأنشطة التوعوية والاستعدادات العامة المنفذة حتى الآن. وقدم مسؤول مكتب وزارة الصحة في الإقليم الدكتور كسة برهان سلومون توضيحا مفصلا حول الأضرار البشرية والاقتصادية الناجمة عن انتشار فيروس الكورونا على مستوى العالم، فيما تحدث عن الاستعدادات الجارية في الإقليم. وبحث المشاركون بعمق خطوط التواصل التي تساعد في الوقاية من فيروس ووضع صورة عامة تبرز أنشطة الوقاية في الإقليم، فضلا عن سبل تساعد في إنجاز البرامج الموضوعة وإحداث التغير السلوكي. وأوضح المهنيون المشرفون على المداولات بأنهم استطاعوا جمع أفكار بناءة تساعد في مكافحة سبل انتقال الفيروس وكذلك العمل بفعالية حتى في المناطق البعيدة التي يصعب الوصول إليها. وفي الختام قدمت دعوة للمواطنين من أجل تفعيل الإرشادات والنصح المقدم لهم عبر الكادر الصحي والمتابعة الجيدة للمعلومات والتوجيهات الآنية المقدمة عبر وسائل الإعلام المحلية. يذكر أن وزارة الصحة أعلنت في 25 من مارس عن بلوغ المصابين بالمرض في البلاد إلى 6 أشخاص. قامت وزارة الزراعة بالتنسيق مع إدارة مديرية رعتة بإقليم جنوب البحر الأحمر والمواطنين وقوات الدفاع بمساع حثيثة للسيطرة على أسراب الجراد الصحراوي التي ظهرت في المديرية خلال الأسابيع الماضية، مما أدى للسيطرة على الجراد دون وقوع الأضرار على المراعي والأشجار. وأوضح عضو وزارة الزراعة المشارك في المهام السيد حاجوس
أن أسراب الجراد التي انتشرت في مساحة غدر ب 2620 هكتارا كان بالإمكان أن توقع أضرارا بالغة، إلا أن الخطوات المنسقة المتخذة خلال وقت وجيز أدت إلى السيطرة والقضاء التام على تلك الأسراب خلال أيام قليلة. وقال أن الخطورة لا زالت قائمة وضعا في الاعتبار أوضاع الخريف البحري وانتشار الجراد بدول الجوار، مما يتوجب متابعة جادة ومراقبة مكثفة. وأشاد المدير التنفيذي لمديرية ترعة السيد محمود عبد الله بوفاء المواطنين وأعضاء قوات الدفاع للقضاء على أسراب الجراد خاصة في ضاحيتي أيتوس وأليتين، موضحا بأن منح الاهتمام الجاد للمتابعة منع من وقوع أضرار بيئية بالغة. يذكر بأن أسراب الجراد ظهرت في مديرية ترعة من راس ترمة وحتى أبو كلومة في إقليم جنوب البحر الأحمر، فيما ظهرت في مديريات قندع وفرو والشعب ومصوع وقرورة وقلعلو وأفعبت ودهلك في إقليم شمال البحر الأحمر، فضلا عن مناطق محدودة في الإقليم الجنوبي. كما قامت وزارة الزراعة ابتداء من نوفمبر 2019 بأعمال فعالة مسخرة الطاقة البشرية والموارد التسييلية والأدوية للسيطرة على أسراب الجراد في مختلف مناطق البلاد. عقد أعضاء الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة والاتحاد الوطني للمرأة والشباب الجبهة والأمانة في 22 من مارس في الإقليم الشرقي بشمال أمريكا عقدوا مؤتمرهم السنوي. كذلك عقد ممثلو التنظيمات في واشنطن وفرجينيا وماريلاند وبالتيمور وهارسبرغ مؤتمرهم بالفيديو، وضعا في الاعتبار أهمية التباعد الاجتماعي وقاية من وباء فيروس الكورونا. وقدم القائم بأعمال السفارة اللاتفية في الولايات المتحدة الأمريكية السيد براهين جوبريهوت سيمينارا بعنوان تنظيم قوي وطني مزدهر وكذلك الأوضاع الراهنة في البلاد، موضحا أن انتصار الجبهة الشعبية في كافة المراحل العصيبة نتاج وعي ومساهمة الشعب القويين والنظرة الثاقبة للقيادة الرشيدة، قائلا أنه يجب إبراز ذلك في مرحلة الإعمار والتنمية الحالية. من جهتها قدمت مسؤولة الشؤون الجماهيرية والأهلية السيدة حدنت قلتا بعد الاستماع إلى ملخص تقرير أنشطة التنظيمات قدمت توضيحا مفصلا حول سبل تعزيز المساهمة المهنية والاقتصادية وما تلعبه من دور فاعل في تطور البلاد، فضلا عن خطط برامج 2020 الإعلامية والدبلوماسية. في الختام أكد المشاركون وفائهم لتعزيز دورهم في تنفيذ برامج عمل عام 2020 والمساهمة الفاعلة في جهود البلاد الجارية للوقاية من فيروس كورونا، والتبرع في المناسبة ب $9300 لإنجاح مشروع الطاقة الشمسية الذي أسسوه بهدف إفادة المواطنين في شأن. في غضون ذلك أحيت المرأة في مينيسوتا الأمريكية 8 من مارس اليوم العالمي للمرأة تحت الشعار إلى الأمام حتى التحرر الكامل. وبعد أن قدمت رئيسة المرأة في الولاية السيدة أخبرت تسفاي توضيحا حول معنى وأهمية 8 من مارس في تحقيق المساواة، ناشدت كافة المواطنين للمساهمة بفعالية من أجل خلق شابات يفتخرن بثقافتهن وهويتهن متفوقات في كافة المجالات ويكون مفخرة للوطن. يتخذ سكان منطقة بويا في مديرية قلعلو بإقليم شمال البحر الأحمر خطوات بناءة لتحسين العملية التعليمية آملا في تحقيق نتائج جيدة لدى الطلاب. وأوضح مدير مدرسة بويا الابتدائية والمتوسطة الأستاذ آدم محمد عمر أن نجاح 93% من الطلاب في النصف الأول خير دليل على التطور المسجل. وأشار الأستاذ آدم إلى بناء مدرسة عن طريق مساهمة أهلية لتحقيق نتائج أكثر فعالية، داعيا إلى إيجاد حلول لظاهرة قلة المعلمين في المتوسط. ورغم سقوط بعض أجزاء المدرسة نتيجة للأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح العاتية العام الماضي، إلا أن البرنامج لا زال مستمرا ببناء مساكن مؤقتة عبر جهود المواطنين والمعلمين. وفي الختام ذكر الأستاذ محمد آدم أن الطلاب يواجهون بعض المشاكل لقدومهم من مختلف المناطق، داعيا الجهات المعنية للارتقاء بالمدرسة إلى مدرسة داخلية أو شبه داخلية للتركيز على تعليمهم وأن يكونوا منافسين. أجرت إدارة مديرية نقفة تقييما شاملا أوضحت فيه تحقيق العملية التعليمية نتائج عالية.
وقدم مسؤول المدارس في المديرية السيد عبد الله صالح تقريرا أوضح فيه نجاح 89% من طلاب المدارس الابتدائية في النصف الأول للعام الدراسي 2019 و2020 و70% من المدارس المتوسطة و80% في المدارس الثانوية. وأشار إلى انخفاض نسبة المقاطعة ب3% بفضل التوعيات المكثفة الجارية فيما حققت برامج تعليم الكبار وعريوت التطور النسبي. من جهتهم دعا المشاركون لخلق آفاق تعجل من وتيرة اكتمال بناء المدارس المتوقفة وتنظيم دورات تأهيلية لرفع كفاءة المعلمين ومنح اهتمام أكبر للمدارس التي تدرس في الخيام. أيها السادة والسيدات، إلى فاصل مسمى نوافيكم بالأنباء العالمية. أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن وباء كوفيد-19 يهدد الإنسانية وبرمتها، وذلك خلال إطلاقه خطة رد إنساني عالمي تتواصل حتى ديسمبر المقبل مع دعوات إلى تلقي مساعدات بقيمة $2 مليار. وقال غوتيريش في مداخلة عبر الفيديو أن هذه الخطة تهدف إلى السماح لمكافحة الفيروس في الدول الأشد فقرا في العالم وتلبية حاجات الأشخاص الأكثر ضعفا، وخصوصا النساء والأطفال والمسنين والمعاقين ومن يعانون أمراضا مزمنة. وكانت منظمة الصحة العالمية حذرت من تفشي فيروس كورونا بشكل عام يزيد على نحو متسارع للغاية، وتوقعت زيادة كبيرة في عدد الإصابات والوفيات على معدلها الراهن. وتواجه منظمة الصحة العالمية التي استهدفتها انتقادات في الماضي حول مبالغتها في التحرك أو في التساهل خلال أوبئة كبرى، تواجه اتهامات جديدة بالتأخر في التحذير من فيروس كورونا المستجد. أعلنت أسرة العميل السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي FBI بوب ليفنسون الذي فقد أثره في إيران في عام 2007 في ظروف قامضة أنه توفي في إيران حيث كان رهن الاعتقال. وقالت عائلته في بيان أنها تلقت مؤخرا معلومات من مسؤولين أمريكيين دفعتهم إلى استنتاج أن العميل الفيدرالي السابق توفي في إيران حيث كان رهن الاعتقال. وإذ شددت العائلة على أنها لم تعلم متى أو كيف توفي ليفنسون، أوضحت أن وفاته حصلت قبل تفشي وباء كوفيد-19 في إيران. واختفى ليفنسون في عام 2007 في جزيرة كيشا الإيرانية. ويشتبه مسؤولون أمريكيون في أن المخابرات الإيرانية اختطفته لاستخدامه كورقة مساومة في التعامل مع واشنطن. وتحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قبل عن قضية ليفنسون إذ طالب إيران بتسليمه ووصفه بأنه مختطف. أعلنت هيئة الأركان العامة الفرنسية أن باريس تعتزم سحب قواتها العاملة ضمن بعثة تدريب في العراق، وذلك بسبب تفشي وباء كوفيد-19 في هذا البلد. وقالت رئاسة الأركان في بيان أصدرته أنه بالتنسيق مع الحكومة العراقية قرر التحالف الدولي الذي تقوده واشنطن لمكافحة الجاهدين تعديل حجم انتشاره في العراق وتعليق أنشطة تدريب قوات الأمن العراقية مؤقتا ولا سيما بالنظر إلى الأزمة الصحية. وأضافت أنه بناء على ذلك قررت فرنسا أن تسحب حتى إشعار آخر جنودها المنتشرين في العراق في إطار عملية شمال، والبالغ عددهم حوالي 200 جندي. أطاح برلمان كوسوفو بالحكومة الائتلافية عبر تصويت بحجب الثقة ليغرق بذلك البلد في أزمة سياسية في وقت هو أحوج ما يكون فيه إلى قيادة مستقرة في ظل تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد. وحصلت مذكرة حجب الثقة التي طرحها حزب صغير في الائتلاف الحكومي الذي يقوده رئيس الوزراء ألبين كورتي على 82 صوتا في البرلمان المؤلف من 120 نائبا مقابل 32 نائبا صوتوا ضدها، في حين امتنع نائب واحد عن التصويت. ولم تعمر الحكومة الائتلافية سوى شهرين بعدما وصلت إلى السلطة إثر هزيمة تاريخية مني بها المتمردون السابقون الذين هيمنوا على السلطة في كوسوفو منذ أن انفصلت عن صربيا قبل 20 عاما. وصلنا إلى نقطة الختام، في أمان الله.